إلى أميرها الذي علينا الانقياد والانصياع لجميع القرارات التي يتخذها في تدبير الشأن العام. أي قرار كيتخذوا أمير المؤمنين في تدبير الشؤون ديال البلاد، لا داخليا ولا خارجيا، علينا السمع والطاعة، وعلينا الموافقة في المشهد وفي المغيب وفي المنشط والمكره. القرار يكون قاسي خصنا نوافقوا عليه، القرار يكون مريح وفيه الخير وافقوا عليه. علاش؟ لأنه هو الذي يعرف السياقات الوطنية والسياقات الإقليمية والإكراهات ديالها، وعلى ضوء هذه المعرفة كاملة كيتخذ القرار. أما أنت راه جالس ولا جالس معاك ندير ما جاي خبار وكتجي وكتبقى تهضر في شي مواضيع ولا كتبغي تاخذ فيها قرارات، ولكن ليس لك المعلومات الحقيقية. هذا الوطن المبارك وهذه الأرض المباركة بأوليائها، فإن كان الشرق أرض الأنبياء والمغرب أرض الأولياء، وبأوليائه وبقرآنه الكريم الذي تلي علينا ويحفظه الكبار والصغار. هذه الأرض المحفوظة بولي أمرها وبهذه اللحمة التي تجمع الشعب بالعرش، لحمة واحدة تجمع الشعب والعرش في وثيقة مكتوبة وتسمى بعقد البيع. الكل يوقعها حبا وطواعية. نبايع أميرنا على أن يدبر شؤون البلاد خارجيا وداخليا. وها أنتم ترون اليوم حنا بعد 24 سنة كيف انتقلت البلاد ديالنا، لأننا رجعنا للثمانينات والسبعينات والتسعينات والألفين. اليوم تلاحظون أن البلاد تحركت وقفزت واحد القفزات قوية، وخاصة بعد العودة ديالنا البيت الافريقي. اليوم المغرب يلعب دورا استراتيجيا في الربط بين قارتين اللي هي افريقيا واوروبا، وهذا بفضل السياسه الحكيمه لامير المؤمنين، السياسه المتبصره الرشيده التي الهمها له الله عز وجل، وبها يسير ويستنير ويستنير. وتوجت هذه السياسة اليوم وانتم كتشوفوا نتائج رياضية كبيرة. واليوم نقدم ملفا مشتركا إلى الفيفا من أجل تنظيم كأس العالم. المغرب حنا بوحدنا من هذه الجهة، من الطرف هذا، والجهة الأوروبا راه جوج، اسبانيا والبرتغال. إذا تشوف الدور الذي تلعبه المؤسسة الملكية إمارة المؤمنين. هادشي راه ما فيه لا شوف، راه ما فيه لا صناديق اقتراع لا تصويت. هذا إيمان راسخ وعقيدة ورثناها بناء على القرآن بالكتاب اللي هو القرآن الكريم وبالسنة، الفعل الذي قام به رسول الله وهو يتسلم البيعة تحت الشجرة، وبأقوال أهل العلم الذي أجمعوا أن من مات وليس في عنقه بيعة مات موتة الجاهلية. لهذا حفل الولادة